مقدمه شهاده مقدمه بعمل الاستئناف في المواعيد القانونيه من المتهم رمضان. الصراحه معالي المستشار قدمت برضه في المواعيد القانونيه لكن السجن ما اختارهاش. اللي هي اسراء. سعادتك انا مش المحاميه اللي كنت حاضر عنها، بس هي انا النهارده تناوبت في الحضور عنها، يعني كده كده حضرتك هنضم ليها واجيب لسعادتك الشهاده بتاعتها، لكن انا حاضر عن المتهم اللي هو الاول رمضان. مع رمضان. انا حاضر يا فندم مع سوريا. مع اسراء. مع اسراء. طب فين بقى اللي يفيد تقديم الاستئناف؟ هي بس بتطلب من تصريح من سعادتك عشان هم هناك رفضوا في النيابه يدوها الشهاده، قالوا لها مالكيش صفه. عايزين تصريح لسياده الرئيس. ورا عندنا كل في عندك تقرير غير ده. هي للاسف عشان ما فيش الشهاده دي لازم وكاله. تقرير عندنا 19 مظبوط. والحكم صادر 4 تمام. وبعد هو للاسف ده خطا من السجن، وانا لو سعادتك صرحت للمحاميه ممكن سعادتك هي تجيب الشهاده ان هو افترض يعني تم حضرتك خضراء مع مين؟ عن المتهم الاول مستعد. تمام. ماشي مع المدعين بالحق المدني يا فندم ورثه المجني عليه ايهاب محمود عن مصطفى اشرف عيسى، توكيل سبق اثباته. حطيت صورة الصبح منها. طلباتنا معاليك احنا بنلتمس رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. هو معاليك ده محضر التصديق ورد الصفحة الثانية بالتوكيل. مش القضيه بس بتاع يا فندم. شكرا معاليك. هتقدري تجيبي حاجه كتير؟ ممكن اطلب تصريح لسياده الرئيس. بطلب تصريح. لان السجن يا ريس من غير تصريح مش قادر شوفي عملت في السجن ولا عملت في النيابه؟ طب بعد اذن معاليك يا ريس انا عايز تصريح بس سواء للسجن او للنيابه. تمام يا ريس. اتفضل معاك. حضرتك شوفي ممكن تكون عملت في الاسم بنفسها وما جالناش، تمام. او عملت في النيابه وما جالناش. شوفي بقى عملت تقرير ايه؟ عملته في الاسم قبل ما اطرحه. امتى؟ عملته في الاسم. قبل ما تدخلي؟ طب شوفي بقى. تمام يا ريس. هو سعادتك انا ليا طلبات بس عشان ايه يعني. بالمره. ماشي مع المستشار. بطلب استدعاء طبيبة التشريح دعاء عبد الرحمن القائمة بالتشريحات مع المستشار نظرا لوجود في التقرير جسم زجاج، جسم معدني صغير سعادتك تم تحريزه وارساله للنيابة العامة، وسعادتك الجسم دوت كان فيه تلفيات كثيرة بالفص السفلي بالرئة. التلفيات دي مع المستشار تم التغاضي نهائي عن السبب دوت في الوفاه، في اسباب الوفاه. كل اللي هي اجزمت بيه في التقرير ان هو نتيجه هبوط في التنفس لكثره الماده المخدره اللي هي كلوزابين سببت ضيق في التنفس وسببت الوفاه. الواضح يا معالي المستشار ان كان في جسم معدني صغير تم استخراجه من الرئه الفص السفلي ليها، سعادتك في حواليه تلفيات كثيره بالرئه، وتم سعادتك التغاضي عن هذا الجسم الزجاجي اللي هو الجسم المعدني دوت نهائي من التحقيقات، ولم يشر اليه في التقرير بتاع اللي هو الفحص بتاع الطب الشرعي. تاني حاجه معالي المستشار هي قالت كده، ما هو موجود سعادتك في التقرير، هي في التقرير سعادتك في صفحه 100 صفحه 169 معالي المستشار ما جاش. لا سعادتك هي لما بيسالوها في النيابه انت سبب الوفاه ايه، قالت كده كده كان هيموت، يعني هو ما زال كان على قيد الحياه لغايه سعادتك ما غادروا المكان وقاموا بواقعه السرقه، كان على قيد الحياه. تاني حاجه بطلب استدعاء شاهد الاثبات الثالث اللي هو مصطفى محمود اللي هو جاره معالي المستشار في الشقه الملاصقه ليه، ان هو قال ان قبل الواقعه كان في مجموعه من اليمنيين موجودين قدام الشقه، كان الساعه 3 الفجر. المجموعه دولت هو قال لهم استدعوا البواب وكسروا الشقه، ولما دخلوا معالي المستشار هو قال حصلت حاله الوفاه. جه الشاهد الاول اللي هو شقيق المجني عليه قال لا ده انا اول اللي دخلت وكان باستدعاء النجار.
فاذا سعادتك الشاهد الاول تناقضت شهادته مع الشاهد الثالث اللي هو جار المجني عليه في اقوالهم. وقال ايه؟ قال سعادتك ان هو اول اللي دخلوا مع النجار وقاموا بكسر الشقه. الجار قال ان كان في مجموعه من اليمنيين متواجدين عايزين يدخلوا له، وبعد كده هو قال لهم شوفوا البواب عشان يدخلكم. جابوا البوابه مع المستشار ودخلوا، بعديها ببرهه من الزمن ما حددش بالظبط الوقت ايه، سمع صوت صراخ وقالوا ان في جثه جوه. اذا ممكن يكون هم المجموعه دول سعادتك اللي قاموا بالقضاء عليه في الفتره اللي هي البرهه من الزمن اللي هي من ساعه ما المتهمين. وهيجي يقول ايه يا استاذ اكرم؟ لا قال هو كانت برهه وبعد كده سمعت البتاع بس لا شاف حاجه ولا شاف حاجه. اصل سعادتك طيب بالنسبه بقى الشهاده اللي هي قائم بالتحريات تمام مع المستشار. عموما انا بطلب استدعاء طبيبه التشريح لمناقشتها عن سبب الوفاه وتحديد وقت الوفاه تمت الساعه كام مع المستشار. طيب الحاجه الثانيه بطلب استدعاء شاهد الاثبات الخامس المقدم محمد كمال الدين الصغير لمناقشته عن تحديد دور المتهم الاول، لان هو سعادتك ما حددش دوره. قال ان هم تناولوا الاعتداء عليه بالمطوه والسكين اللي هو المتهم الثاني عبد الرحمن والمتهم الاول. ما حددش سعادتك مين اللي هو خبطه بالسكينه وطعنوا بيها، ما حددش مين فيهم. قال ان الاثنين طعنوه وما حددش مين محدث الضربه المسببه الوفاه. فبطلب سعادتك استدعائه وتناقضت شهادته مع المستشارين مع جميع شهود الاثبات ومع التقرير الثابت به للصفه التشريحيه اللي هو الخامس اللي هو محمد بيه الصغير. مع المستشار بس هي القضيه عشان طبعا هي المتهمين نفسهم ما تحققش المحاكمه معاهم بشكل كافي. كان في محامين انتداب حاضرين معاهم، والقضيه دي مع المستشار اكتر من 400 صفحه تم محاكمتهم في يوم، يعني حتى لان هو سعادتك القضيه نفسها المحامي اللي كان حاضر كان محامي تمام مع المستشار. انا قصدي يعني ان هي ما تمتش ايه، الدفاع ما حققش سعادتك كفاءته في المرافعه وفي الدفاع. تمام، كان في اخلال كثير بحق الدفاع بس ماشي مع المستشار. هو بس بقى يعني انا بلفت برضه لحضرتك بس جزئيه صغيره ان هو المحاكمه تمت في يوم مع المستشار. المحامي نفسه كان انتداب قرا القضيه في ساعه. فانا بطلب بس سعادتك بطلب تحقيق بس سعادتك طلبات الدفاع عشان المتهم ده أسوأ بجميع المتهمين في جميع امر الاحاله. يعني متوجه لينا جميع الاتهامات نفس المتهم اللي هو سعادتك رمضان. جميع المتهمين تم سعادتك في امر الاحاله توجيه الاتهامات ليهم، هو الوحيد اللي واخد اعدام. وطبعا سعادتك محمد الصغير ما حددش هو سعادتك محدث الاصابه اللي سبب الوفاه تمام ولا اللي هو عبد الرحمن القاصر. متشكره مع المستشار. وانا سيدة الرئيس بطلب الاطلاع على القضيه لاني اول مره احضر. عشان تجيب لنا الافاده يا ريس. التصريح تصرح لك. تمام. متشكره لسعادتك يا معلم. شكرا عليك يا ريس. وريها بقى ما دام محامي اول درجه ما قراش ورينا. حاضر مع المستشار. متشكره قوي لسعادتك. شكرا معلم. متشكره. بعد كده صار